وانت قلت حاجه مهمه هو كمان لازم يرد عليها. انت اصلا بتتهم يعني الفكره نفسها وبتتهم المجموعه دي كلها ان ده دور بيوزع هم بيقوموا بيه. انا ارد يا سيدتي؟ معلش خليه بس يرد على دي وبعدين هرجع لحضرتك اكمل كلام. بس اكمل كلام يرد على النقطه دي لو سمحت. سيبه يرد. اتفضل. كيف نحن ثوبا جديد لجماعه الاخوان ونحن مقاضيين الدكتور مرسي وخيرت الشاطر وجميع قيادات الاخوان ونرفض معهم التصالح حتى في هذه المبادره؟ سالك سؤال مباشر عايز اسمع عليه برضو اجابه مباشره. قال لك ثانيه واحده، قال لك انت مقتنع بفكر سيد قطب وان دستورك هو معالم في الطريق، فكيف لك ان تتخلى عن فكره هذه الجماعه اللي انت جزء منها؟ عايزه اجابه صريحه. احنا كحركات منشقه غادرنا المشهد السياسي وبناء عليه نزل قرار امبارح بحل التحالف الابتعاد عن الحسد. احنا بنطرح مبادره. انا لا اتحدث عن المشهد السياسي، هو سالك سؤال مباشر يا سيدتي. فكري انت يعني منهجك الفكري مين اللي عمل لكم لسيد مراجعات قطب؟ فكريه يا سيدي؟ بس عشان يجاوب لو سمحت. حضرتك مين اللي عمل لكم مراجعات فكريه؟ يا سيدي في مبادره، في شعب مصري هو اللي هيحدد. مين اللي عمل لكم مراجعات فكريه وبالتالي رجعتم الطريق اللي انتم ماشيين فيه؟ انت قول لي اسماء مفكرين يا سيدي وسطيين محترمين انا معاك في الكلام اللي انت بتقوله. بهذه المراجعات الفكريه مين؟ انا دفاعي في الاول وفي الاخر عن شباب الجماعه اللي بشهد قدام الله عز وجل ان هم اطهر شباب في مصر وبنات الجماعه. بأمارة ايه؟ دي نقطه. بأمارة خليك معايا، ما تحاسبش افراد جماعه يا سيدي شباب الجماعه. انا بتكلم على محمد بديع ومحمد مهدي عاكف ومحمود عزت، دول كانوا شباب الجماعه في عصر عبد الناصر وكان سنهم 21 سنه اصغر منك، هم كبروا وبقوا شيوخ الجماعه ما لقيناش منهم الا كل بلطجه وعنف واجرام. طيب هو وجم حكموا يا استاذ عمرو، يا استاذ عمرو حل مشاكل يا استاذ عمرو لو سمحت. يعني احنا بقول لك مرسي كان متنازل عن ايه؟ انا معاك في الكلام. اسمع واستفاد. انت ما جاوبتش عن السؤال. هو سالك سؤال مباشر وانا عايزه اجابه مباشره. هل انتم مقتنعين بهذا الفكر لانه هذا فكر تكفيري، ولا انتم نقدتوا هذا الفكر لان ده اهم بالنسبه لي من المصالحه السياسيه؟ انتقدناه بالكامل وبمراجعه فكريه بالكامل، وبنعلن ان احنا ولا من قريب ولا من بعيد لجماعه الاخوان، وبنعلن لو المبادره دي مننا كنا اقرب فكريا. مين اللي كان معاكم في هذه المراجعات الفكريه؟ في هذه المراجعات الدكتور مثلا كمال الهلباوي. يكفينا هذا. تمام. طب ده رد كامل. هل منطق ان مراجعات فكريه عن تنظيم بقاله 84 سنه بينتهج العنف والاجرام والدم تتم في ايام؟ هل هي مثلا شويه برد؟ ربما تصحيح للمسار، وليه لا؟ ربما بيصححوا المسار ده بيبقى عن طريق اعاده دمج في المجتمع. تمام، وده اللي هم بيحاولوا يعملوه. ده ما بيبقاش بين يوم وليله. بيحاولوا يعملوه. اسمعني بعد اذنك بس. بيحاولوا يعملوه ده يبقى عن طريق سنين طويله قوي، سنوات من الصمت يعبرون فيها، وكل الشعب المصري يحس انهم بيكفروا عن ذنوبهم. انا عايزاك تقول 1 2 3 لان هو لازم يرد